الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أخذنا أمس ما يتعلق بكتاب الطهارة وتعريف الكتاب وتعريف الطهارة. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. تزيل النجس، ترفع الحدث. تزيل النجس وهو الاستنجاء بالماء. ونحن عندنا الاستنجاء المفهوم المغلوط أنه فقط في جهة البول، جهة القبل، والصواب أن الاستنجاء ما كان بالماء سواء كان من بول أو من غائط. وأما الاستجمار فهو يكون بالأحجار. الاستجمار يكون بالأحجار سواء كان من غائط أو بول. قال: الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. اكتب: الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين. أن الماء ينقسم إلى قسمين: الأول طهور والثاني نجس. أول طهور والثاني نجس. وبه قال الأحناف، ورواية عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قدامة والشوكاني. ودليلهم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. اغلق القوس، قوس الآية. فكلمة ماء نكرة. في سياق النفي، فدلت على العموم. اثنان: حديث أبي سعيد مرفوعا، حديث أبي سعيد
مرفوعا. إن الماء لا ينجسه شيء. رواه أحمد وصححه العلامة الألباني. رواه أحمد صححه العلامة الألباني. ثلاثة إثبات قسم ثالث. إثبات قسم ثالث بين قوسين طاهر. إثبات قسم ثالث وهو بين قوسين طاهر يحتاج إلى بيان مستقل. يحتاج إلى بيان مستقل ولم يثبت في الشرع. ولم يثبت في الشرع. طيب نقف هنا من أجل أن تفهم ما بعد الكلام الذي سيذكره المؤلف. اختلف أهل العلم في تقسيم الماء، هل هو يقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة؟ إلى قسمين معروف، طهور ونجس. إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فهمتم؟ طيب، قبل أن نقول إيش أدلة هؤلاء وإيش أدلة هؤلاء، نحن نذكر الراجح فقط، لكن أريدك أن تعرف الفرق. الآن معك مثلا ماء مخلوط بفيمتو، هل يجوز لك أن تتوضأ به؟ الجواب لا. فيقولون هذا ماء طاهر وليس طهور. إيش عندهم الطهور الذي قسموا ثلاثة أقسام؟ يقولون الطهور ما يتطهر به، ما يتوضأ به، والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر ورافع للحدث لغيره. خلاص فهمتم الآن الذي قسم قسمين والذي قسم إلى ثلاثة أقسام؟ القسمان ما هما؟ طهور ونجس. والذين يقولون بثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. طيب، الذين يقولون طهور ونجس ذكرنا أنه قول الأحناف، رواية عن الإمام أحمد، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن قدامة، الشوكاني، من المعاصرين الشيخ الألباني، شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. ما دليلهم؟ دليلهم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماء نكرة، لم يقل الله عز وجل الماء، قال ماء. ماء نكرة في سياق النفي، فلم لم أداة نفي. فهناك قاعدة أصولية أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي دلت على العموم، دلت على العموم، يعني أي ماء، أي ماء. فهمتم؟ فدلت على العموم، فأي ماء يتطهر به. طيب، الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا ينجسه شيء. في رواية: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقسم النبي، حديث أبي سعيد، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الماء إلى قسمين: طهور ونجس. من أدلة أصحاب هذا القول قالوا القسيم الثالث وهو الطاهر تشتد الحاجة إليه، فلماذا لا يصرح الشرع بذكره؟ تشتد الحاجة إليه، فلماذا لا يصرح الشرع بذكره؟
فلم يذكر في الكتاب والسنة. طيب هذا قول من قال إن الماء على قسمين، طهور ونجس. القول الثاني وقول الجمهور، قالوا إن الماء على ثلاث، إما طهور وإما طاهر وإما نجس. استدلوا ببعض الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، يعني قالوا فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء دل على أن هناك ماء طهور وماء طاهر، قال هذا عموم، هذا عموم. فحتى قال بعضهم هذا مطلق مع أنه عموم وليس مطلق. استدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته. طيب ما سبب هذا الحديث؟ سبب وروده لسؤال: أنا أتوضأ من ماء البحر، وجه الدلالة قالوا الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا نتوضأ من ماء البحر هم يجزمون بأن الماء البحر طاهر، لكن هل هو طهور؟ هل هو طهور؟ الآن فرقنا بين الطاهر والطهور لا لا. الطهور الذي تتوضأ به عند هؤلاء، والطاهر وطاهر في ذاته، ليس مطهرا لرافع الحدث. فاستدلوا بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. استدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوا بماء وسدر الذي مات. في أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعطية اغسلنها بماء وسدر، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء، اغسلنها بماء وسدر، وهذا إن دل على شيء أنه الماء هو الطهور وليس الطاهر. الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الأحناف والرواية عن الإمام أحمد والذي اختاره العلماء. وأما ما استدلوا ربما من أقوى ما استدلوا به حديث أبي سعيد أو حديث أبي هريرة نتوضأ من ماء البحر، فالعلماء أجابوا بأجوبة. قالوا أولا هذا مجرد استفهام، ما أدرانا أن الاستفهام أنه من أجل الطاهر وأجل الطهور. الأمر الثاني أن بعض الصحابة كان يكره التوضؤ من ماء البحر، فلعل هذا الأمر جاء عن الصحابة، فلعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد اختلفوا، فلهذا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو طهور ماء الحل ميتته. بقي أمر، طبعا استدلوا أدلة كثيرة لكنها إما صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة. بقي مسألة الطاهر، الماء الطاهر. تعرفون إيش الماء الطاهر؟ مثلا ماء فيه فيمتو، ماء الورد، ماء مخلوط بكذا وكذا، فهذا يعني يخرج عن كونه وعن طوره ماء. الآن إذا شربت ماء مخلوط بفيمتو إيش تقول؟ شربت ماء أو شربت فيمتو؟ خلاص خرج فهو خارج من موضوعنا. هذا هو الماء الطاهر الذي عندهم، فيقال لهم هذا خارج عنه. ولهذا إذا كان الماء يغلب على من خالطه فإنه يجوز التوضؤ به. قد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مع ميمونة بماء من أثر من عجين، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بماء من أثر من عجين، فإذا كان هو الغالب عليه الماء فيتطهر به. خلاصة الكلام أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طهور وإلى نجس. قال وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، يعني صافي ما شابه شيء، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار.
أي المقصود من ذلك أنه سواء كان يعني نزل من السماء أو من الأرض، الماء الذي لم يخالطه شيء يسمى طهورا، وهو محل إجماع أنه يجوز التطهر به وأنه قسم معتمد. الخلاف فقط في التسمية للثاني. ولاحظوا الخلاف فيه ليس بذاك الخلاف الذي يترتب عليه شيء، يعني نحن متفقون جميعا أن هذا الفيمتو وهذا المادة اللي مختلطة بالماء صارت اسم ثاني، يقالون ماء الورد، في نوع من الإضافة من الورد من الماء إلى الورد، فليس طهورا وإنما يكون ماء ورد ليس له علاقة بالماء الذي أمرنا بالتوضؤ منه والاغتسال منه. قال لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والشاهد أن الله عز وجل جعل الماء مصدر طهور للعبد. ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو من دعاء الاستفتاح. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لا نقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب، يعني الله عز وجل مباشرة قال فإن لم تجدوا ماء، لأن ماء صافي ماء طهور، ثم انتقل إذا ما وجدت الماء هذا انتقل إلى التراب. فأي ماء وإن كان قد قال به بعض أهل العلم قالوا أي ماء أيضا يدخل في ذلك، لكن صحيح لا يدخل في ذلك.